السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين ايه ده يا جماعة؟ جلاش الملفيه. هيعجبكم قوي، طعمه رهيب خطير فعلا. جربيه كده هيعجبك في منتهى الجمال. عاملين جزء منه بالسكر البودرة الناعم، وعاملين جزء بالمربى. الطريقة اللي تعجبك زوقي بيها. عايزة تزوقي بالشوكولاتة اعمليه، عايزة تعمليه بالمربى، يعني عايزه تعمليه بالكريمه براحتك. انا عملت جزء بالسكر البودر وجزء بالمربى والشوكولاته الشيبس. طعمه خطير حقيقي. هنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بتحضري لفه جلاش بتكون طازه. انا كانت لفه الجلاش دي عندي موجوده في الفريزر، بس كانت موجوده بقالها 3 ايام 4 ايام في الفريزر، ما كانش بقالها كتير قوي. بس انت يستحسن انت تجيبيها طازه. هتجيبي بقى نص كيلو لبن. هنعمل الحشو بتاعها، التزويق بتاعها من على الوش والحشو كمان. هنجيب نص كيلو لبن، نحط 3 معالق سكر، ونحط كيس فانيليا. اللبن ده كان متلج عندي في التلاجة، هتلاقيه متلج شوية. وبحط معلقة نشا ومعلقة دقيق. لو عندك كاستر حابة تعمليه بالكاستر اعملي. انا ما كانش عندي كاستر، عملته بالطريقة دي بس كان جميل قوي. جبت بقى برتقانة وبشرتها. ما عندكيش برتقان ممكن تبشري ليمونه، بتديها نكهه حلوه قوي. وبعد كده بقى بتاخديه تحطيه على النار، على نار متوسطه كده، يبقبق معاكي، يديكي بقبقه كده، وتروحي طافيه عليه. خلاص كده احنا حطينا البرتقان. هبدا بقى احطه على النار. هو كده استوى معايا خلاص اهو، زي ما قلت لك يبقبق معاكي كده، وتروحي طافيه. اسيبه بقى يهدى واحطه بقى في التلاجة يجمد. حابه تقيليه عن كده تقيلي، كل ما بيتقل بيبقى حلو قوي عشان ما يفكش من الجلاش، بيبقى حلو قوي والطبقه تقيله. بجيب بقى لفه الجلاش اهي زي ما وريتكم كده، واحط ما بين كل طبقه وطبقه سمنه. اروح فرشاها، يعني اروح مسيحه سمنه على زيت او سمنه، بس اللي متاح عندك اعمليه. انا سيحت سمنه وعملت بيه. لو انت حابه تحطي سمنه على زيت حطي. دي السمنه سيحتها تبقى هاديه، يعني مش سخنه قوي. وبدات احط كل ما بين كل طبقه وطبقه. عملت الطبقات كلها فوق بعضها زي ما انت شايفه كده. وبتولعي الفرن يسخن معاكي جامد قوي. بتولعي الفرن على 200 يسخن معاكي جامد قوي. وبعد كده تعمليه على 160، يعني تحطي الجلاش على درجة 160 نار هادية. شايفة هي كده، بحط طبقة فوق طبقة. ما شاء الله طعمه حلو قوي قوي. انا اول مره اعمله، بس حقيقي اول مره اعمله بالطريقه دي. اعمله طريقه الملفيه، بس خطير حقيقي والله، ما يفرق اي حاجه، مقرمش وطعمه جميل جدا. ولو عملتيه مره مش هتبطلي تعمليه. طعمه خطير بجد بجد، طعمه حلو قوي. هو هيديكي في حدود 10 طبقات. خلاص كده بدأنا نخلص خلاص. ونبدأ بقى نقطعه بالسكينة زي ما انت شايفة كده. انا ما عملته قسمته على 3 زي ما انت شايفة كده اهو. رحت قسماه على 3. تكون بتقطعي بسكينة تكون حامية عشان تسهل معاكي التقطيع. انا عملت بسكينة مشرشرة. واجيب بقى صاج واروح حاطاه عليه دهن الصاج. شايفه انا جبت قالب زي ما انت شايفه كده، وعملته على ظهره، يعني ما دخلتوش جواه، لا على الظهر كده. ورحت دهناه سمنه. وبدات بقى احط عليه الجلاش. واجيب بقى صاج تقيل تاني واحطه فوقيه. اهم حاجه ان انا احط حاجه تقيله فوقيه عشان يدمج كده ببعضه، ما يبقاش انت عارفه انه بينفخ لما تحط في الفرن هتلاقيه نفخ. لا، لما تحطي حاجه فوقيه تقيله زي الصاج كده، شايفه كده بالطريقه دي ما يتنفخش.
تلاقيه اهو، شوفي طلع وجميل قوي ازاي، ولونه حلو قوي ومقرمش وخطير. بجيب بقى بكون عامله له شربات تقيل واروح ساقياه زي ما انت شايفه كده. طبعا يكون الجلاش بارد والشربات يعني مش سخن، دافي بسيط، دافي بسيط مش سخن، دافي بسيط. وابدا اسقيه وهو يكون بارد تماما، عشان احنا عايزينه مقرمش مش عايزينه طري. يعني الشربات يعتبر كأنه بارد، قولي بارد، يعني مش عايزينه، ولا اقولك دافي تعمليه دافي شويه بيخليه يطرى، قولي بارد. لما يكون بارد يديكي قرمشه. سيبك من حكايه دافي، خليه بارد. وروح مقطعينه كده على الحجم بقى اللي انت عايزاه. قطعي اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله، ده هيديكي كميه حلوه قوي، طعمه خطير حقيقي. انا بدات اصغرها بقى من جوه، حسيت ان التقطيع قدام كبير شويه، قلت رحت مصغرها بقى شويه. وجبت الحشو اللي انا عاملاه بالبرتقال اللي انا قلت لكم عليه، حبيتي تعمليه بالكاستر اعملي، ولما تعمليه اتقل من اللي انا عاملاه كمان يستحسن. يعني تحطي معلقتين دقيق على معلقه نشا على نص كيلو لبن. انا ما خليتوش يجمد شويه في التلاجة، يعني انتي سيبيه يجمد شويه بتاع ساعه كده يبقى تقيل معاكي. ببدا بقى احط زي ما انت شايفه كده حشو، واحط الطبقه اللي فوقيه. انا كنت مستعجله وحبيت اخلص بقى بسرعه. تروحي جايبه برده طبقه وحاطه فوقيه زي ما انت شايفه كده. حبيتي تعمليه من قطعتين فوق بعض بس اعملي، يعني حبيتي تعملي قطعتين بس كده وتبداي تزوقي اعملي. انا عملت 3 طبقات فوق بعض، شايفاها وخلص اهو. هبدا بقى اعمل جزء بالسكر البودر. جبت جزء عملته مربى، دهنته مربى زي ما انت شايفه كده، مربى مشمش. والجزء الباقي عملته بالسكر البودر. الاتنين طعمهم تحفه في منتهى الجمال. السكر بودر برضو طعمه حلو قوي، وبالمربى طعمه جميل قوي. حبيتي بقى تعملي بالمربى كده بقى وتزوقي بصوص الشوكولا كده وعملتيه خطوط، هيبقى جميل قوي. انا كان عندي شوكولاته شيبس وحطيتها برضو، ادت طعم حلو قوي وتزويقه جميله برضو. اللي متاح عندك اعملي بيه، يعني ما تكلفيش نفسك. ده سكر البودر ضربته طبعا في الخلاط، وبدأت ارشه كده واحطه في المصفى عشان ينزل بقى ايه مساوي عليها، ما يبقاش نازل تحسي انه مكلكع كده، لا لما تحطيه في المصفى يبقى مرشوش كده رشه حلوه قوي. اهي شايفه الطبقه ما شاء الله اهو مقرمش اهو، بوريكم انه مقرمش اهو. سمع القرمشه، قرمش جميل قوي. سمعها لكم اهي وباكل منه عشان تشوفوا القرمشه بتاعته. وجيت بقى المربى رحت حاطه لها الشوكولاته الشيبس، زوقت بيها، ادت منظر حلو قوي وطعمها حلو قوي. جربي كده واعمليه هيعجبك جدا، وغيري بقى لولادك. بعد ما تعمليه وتخلصي كده تروحي حاطاه بقى ايه في التلاجة يسقع شويه. وبالهنا والشفا.